السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنتعلم طريقة ان احنا نشغل اي ابلكيشن احنا حملناه من متجر خارجي. تمام، يعني في عندك ابلكيشنات كتير مش موجودة في الاب ستور، لانه الاب ستور بيمنعها عشان هو مقيد ببعض الاشياء. يعني لو فيها اشياء مخالفة مش بترضى تحملها في الاب ستور، بيشيلها نهائي. تمام، وليكن مثلا انا حابب ان انا اتفرج على افلام ومش عاجبني المتجر بتاع الاب ستور. تمام، فممكن اشغل الموفي بوكس. طبعا الموفي بوكس هنزله من متجر خارجي زي توتو هيلبر. تمام، او مثلا زي المتجر ده. تمام، انا دلوقتي بقى يعني بعد ما حملت الابلكيشن، في بعض الناس مش بتعرفش ازاي تشغله. وليكن مثلا انا محمل اهو موفي بوكس. تمام، باجي افتحه بيجيب لي الرساله دي، البوب ار ده. تمام، بيقول لي معنى الرساله انه الابلكيشن ده مش موثوق فيه. يعني هو مش المطور بتاعه مش موثوق، انه هو مش نازل من المتجر الاب ستور عندك. فبقول لك انت لو عايز توثقه خش في الاعدادات واعمل له توثيق. هوثقه ازاي بقى؟ تمام، نخش على الاعدادات، على السيتنج، الاعدادات. تمام، هنخش على جنرال او عام. تمام كده، هننزل تحت هنخش على بروفايل اند ديفايس مانجمنت او ملف التعريف. تمام، الاجهزه وملف التعريف. تمام، هنخش عليها. تمام، هنبدا بقى ندور في دول انهي واحد فيهم. انت على حسب ما انت محمل كذا ابلكيشن، يعني محمل كذا ابلكيشن من متجر خارجي فجيب لي كذا بروفايل. تمام، هبدا ادور بقى على الموفي بوكس اهو. تمام، ده هتلاقي طبعا الصوره بتاعته ظهرت واسمه. بيقول لك اعملوا فيريفاي. تمام، هندوس على كلمه تراست. تمام، هيجيب لنا رساله، هندوس تراست. تمام كده، برجع على الابلكيشن لما بفتحه كده بيفتح عادي اهو، ما جابليش رساله وفتح عادي جدا. يا رب الشرح يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب القناه، وشكرا.